الحرب رجعت تاني للأسف، والإمارات بتتضرب دلوقتي بصواريخ إيرانية. الإمارات أعلنت إنها اعترضت 4 صواريخ إيرانية يوم الاثنين 4 مايو، بالإضافة لهجوم بمسيرات إيرانية على منطقة الفجيرة الإيرانية في منطقة صناعية هناك تسببت في حريق كبير في مصانع بترول هناك. الهجوم ده اتكلمت عنه CNN والجزيرة ومعظم الصحف العالمية، وده أول هجوم حصل في شهر إبريل من بداية وقف إطلاق النار. سكان الإمارات استلموا رسائل طوارئ من وزارة الداخلية الإماراتية بتحذر تهديد صاروخي محتمل، وطلبت منهم يلزموا اماكنهم. وقبل الامارات اللي حصل في مضيق هرمز كان شراره كبيره لرجوع الحرب. ايران يوم 3 مايو اعترضت سفينه شحن بريطانيه في مضيق هرمز بمسيرات ايرانيه. وقبلها بقى نيويورك بوست ذكرت ان ايران حذرت اي سفينه تعدي المضيق هتتهاجم الا لو دفعت رسوم، واثبتت انها مش تابعه لامريكا ولا اسرائيل. مضيق هرمز فعليا شبه مقفول بقاله 3 شهور، وده حابس 13 مليون برميل نفط يوميا، او حابس معظمهم مش كلهم. مفيش اعلان حرب رسمي جديد حتى الان بين امريكا وايران. اللي بيحصل هو حرب ظل او حرب مصغره، ضربات متبادله، ولكن رسميا امريكا وايران لسه تحت وقف اطلاق النار. ولكن وقف اطلاق النار هش، وايران نفسها قالت انها هترد بشكل واسع لو اتهاجم. ايران بتستعمل وقف اطلاق النار عشان تعيد بيه بناء قدراتها الصاروخيه اللي استنزف معظمها في هجمات مستمره على السعوديه وقطر والكويت والبحرين والامارات في 40 يوم متواصل. وامريكا بتزود مواقعها في الشرق الاوسط من يوم وقف اطلاق النار بصواريخ ودفاعات جويه واسلحه من شتى الانواع. يعني من الاخر الحرب على وشك انها ترجع اقوى واعنف من البدايه. ربنا يستر على اهلنا في الدول العربيه وينتقم من كل الاطراف اللي تسببت في اللي حصل واللي لسه هيحصل. شاركونا بارائكم في الكومنتات، وفولو لايك وشير، وصلوا على النبي.